وسط حالة من التفاؤل سادت أوساط المستثمرين باقتراب نجاح إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، انتعش أداء البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مكاسب أسبوعية قدرت بنحو 14 مليار جنيه، مسجلا 373 مليار و900 مليون جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي 713 مليون و800 ألف جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد نجح مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 في مواصلة مكاسبه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع على خلفية إعلان أنباء إيجابية متعلقة بالشركات والاقتصاد، ليغلق مرتفعا بنسبة 0.4% متجاوزا حاجز 5400 نقطة، وهو أعلى مستوى له خلال شهر. وجاءت المكاسب أكثر قوة على صعيد مؤشرات السوق الثانوية، ليربح مؤشر EGX 70 ما نسبته 1.6%، وزاد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.9%. هذا ويرى الخبراء والمحللون أن نجاح المرحلة الأولى من الاستفتاء والاتجاه لموافقة الأغلبية على الدستور الجديد عزز من قدرة السوق على مواصلة الصعود وخلق حافز شرائي لدى المستثمرين، خاصة وأن أغلب التوقعات تشير إلى أن عام 2013 سيكون أكثر استقرارا وتفاؤلا، ما ينعكس على أداء سوق الأسهم بشكل كبير. صباح الخير مشاهدينا في كل مكان، واهلا بكم مع الفقره الاسبوعيه التي نتابع فيها اهم اخبار الاقتصاد في اسبوع منقضي وتوقعات للاسبوع الجديد. طبعا قوه الدفع السياسيه من المرحله الاولى من الاستفتاء رفعت البورصه الاسبوع الماضي، يمكن واحنا بنتكلم هنلاقي 13.5 مكاسب راس المال السوقي للبورصه المصريه في الاسبوع المنقضي، 5.4 ارتفاع في المؤشر الرئيسي الاسبوع الماضي. قوه الدفع اعتقد انها ممكن تخلي المؤشر الرئيسي هذا الاسبوع في ارتفاع بالنسبه للبورصه المصريه. هنتابع الموضوع ده كمان، معانا طبعا اخبار من كل العالم، هنتكلم عن الهويه الماليه في امريكا، ما زال الركود يضرب اوروبا. معانا في هذا الحوار الاستاذ وائل عنبه خبير اسواق المال. صباح الخير يا وائل. صباح النور، اهلا. نبدا بايه؟ هل قوه الدفع السياسيه، يعني احنا شفناها في انتخابات سواء الاستفتاء في 19 مارس 2011 وشفناها في الانتخابات الرئاسيه وشفناها في الانتخابات البرلمانيه، قوه دفع الانتخابات والوضع السياسي بتدي دفع للبورصه. تمام. واحنا الفتره الاخيره يمكن كانت الضغط على البورصه ضغط سياسي مش ضغط اقتصادي. مظبوط. وده نزلها. قوه الدفع هل ممكن ترجع المؤشر مره اخرى الى مستواه الطبيعي هذا الاسبوع؟ هو احنا بالفعل السنه دي خدنا 3 موجات صعوديه تتواكب مع النواحي السياسيه. خدنا اول موجه في بدايه العام مع انتخابات مجلس الشعب، الموجه دي كانت طويله حوالي 50%، بعدها حصل هبوط. رجعنا خدنا موجه صعوديه اخرى مع انتخابات رئاسه الجمهوريه، الموجه دي ايضا كانت طويله حوالي 1600 نقطه، ورجعنا حصل هبوط. دلوقتي بناخد الموجه بتاعه الاستفتاء بغض النظر عن النتيجه، يعني حتى الموجه بدات من الاسبوع الماضي من قبل ما نعرف النتيجه نعم ولا لا، ولكن خدنا الموجه الصعوديه اللي بدات من 4800، النهارده المؤشر عند 5400 ومن المحتمل يكمل كمان 100 نقطه. بس كان في تدخلات مع السياسه. تمام. تدخلات مع السياسه، كان في الصفقات بنك الاهلي والسوسيete جنرال وبنك قطر الوطني، معنا تداخل من الاسبوع اللي فات، قوه دفع من عرض بنك الامارات دبي الوطني لبنك BNP باريبا المصري، او هو طبعا شركه مساهمه مصريه. فنتكلم في هذه الفكره. اولا في ناس بتقول الصفقه كويسه وبتدفع البورصه، لكن في اقاويل على ان هذه الصفقه زي السوسيete جنرال كده اقل كتير قوي من سعر البنك واقل كتير من سعر الشركه، وهنرجع تاني بدل ما نعمل نظام الخصخصه هنبيع ممتلكات هذه الشركات برخص التراب. حضرتك معانا الرأيين؟ لا، انا شايف ان هذه الصفقات بتبخس حق الشركات المصريه وبتدي انطباع سيء مش ايجابي، رغم ان في ناس شايفه ان دخول استثمارات جديده وبتاع، ولكن انا عايز احللها من اكتر من زاويه. الزاويه الاولى الصفقات نفسها، البائع مجبر لانه عنده مديونيات وعنده ازمه ديون اوروبيه، لان البائع بنوك فرنسيه في البنكين اللي بيتباعوا عندنا في مصر، البائع بنوك فرنسيه بتعاني من ازمات الديون الاوروبيه. المشتري جهات عربيه سواء قطر او الامارات تمتلك وفرات ماليه عاليه، فاصبح الاثنين متقابلين في الرغبه. ولكن
التقييم الذي تم على هذين البنكين تقييم بخس للغاية. هقولها لحضرتك بالأرقام. احنا البنوك اللي اتباعت قبل الثورة كانت بتتباع بمضاعف 5 مرات قيمة دفترية. البنكين دول سوستي اتباع بمضاعف 1.8، وباريباب بمضاعف 1.6، يعني أقل من 40% من اللي اتباع بيه البنوك قبل الثورة. احنا قبل الثورة اتباع بنك اسكندرية لبنك سان باولو الإيطالي، اتباع بنك الوطني المصري لبنك الكويت. الاقتصادية البايع محتاج، يعني خلينا يعني هو البايع عشان بقى محتاج، ولكن معدل الخصم اللي تم على هذه الأسعار عالي قوي. معدل الخصم بيعكس التوتر اللي موجود في مصر السياسي والاقتصادي. توتر البائع عند البيع. لا، خلى البائع يقبل هذه الأسعار. يعني خلى البائع يقبل معدل الخصم الكبير اللي بتتم بيه هذه عروض الشراء دي. فأنا شايف أن عروض الشراء دي هتدي تقييم سيء لبقية البنوك. يعني لو كانت العروض دي بسعر اعلى، وده فعلا حصل مع السوسيete جنرال والبنوك كلها او قطاع البنوك داخل البورصه نزل. هبوط في البورصه من بعد اعلان النتيجه، هبوط في السهم السوسيete نفسه، وهبوط في CIB البنك التجاري الدولي، وهبوط عمومي في المؤشر. فاذا هي دي اللي مخليه دلوقتي النظره للبورصه المصريه ووضع الاقتصاد المصري ووضع السياسه المصريه هنوصل لفين. وخصوصا انا مش شايف بصراحه اهتمام في الوقت الحالي من قبل الإدارة السياسية في البلاد للناحية الاقتصادية، وبانت في أكتر من موقف. بانت في اللجنة التأسيسية للدستور، ما شفناش حد اقتصادي في اللجنة، 100 فرد فمش حد اقتصادي. بانت في أعضاء مجلس الشورى اللي تم تسميتهم أمس، ما فيهمش حد اقتصادي. من 90 عضو معين ما فيش حد اقتصادي. فإذا يعني احنا بنطالب الإدارة السياسية في البلاد بالنظر أكتر للنواحي الاقتصادية. احنا في ارضاءات سياسيه بتتم، في ارضاءات لطوائف دينيه بتتم في هذه التعيينات كلها، ولكن ما فيش ارضاءات للنواحي الاقتصاديه اللي قامت الثوره بسببها. يعني احنا شراره الثوره قامت بسبب العيش. هو ده اللي طب احنا هنربط الكلام ده وكلام حضرتك مع موضوع الاقتصاد وعدم وجود الاقتصاد في الاجنده السياسيه. هناخد بس تليفونات، يمكن معانا مشاهدين من السعوديه ومن هنا كمان محليا من الشرقيه. نبدا مع استاذ خالد من السعوديه. صباح الخير يا استاذ خالد. الو صباح الخير يا استاذ خالد، اتفضل. صباح الخير يا فندم. نصبح على البرنامج وصباح الخير مصر كلها. احنا ليه بنتبع سياسه البيع دايما وليس نعمل اكتتاب ما بنعملش اكتتاب على البنوك بتاعتنا دي ليه؟ ويشتريها مواطنين مصريين، رجال اعمال مصريين. ليه متخذين سياسه البيع على طول يا فندم واحنا عندنا فلوس كتير في البلد؟ تمام. فكرتك وصلت يا استاذ خالد، وشكرا ليك على مداخلتك. معانا استاذ هاني من الشرقيه، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير عليكم وعلى كل اللي موجودين في الاستوديو جميعا. صباح الخير. انا هاني القراش مع حضرتك من بلبيس من اولاد سيف. اهلا بيك. عايز ارحب طبعا بالاستاذ وائل عنبه لان هو من احد ابناء مدينه بلبيس المحترمين جدا. اهلا وسهلا. وبصبح عليك، بقول لك بس تساؤل كده بسيط من رجل الشارع المصري البسيط العادي، عايز يطمن على الاحتياطي النقدي. يعني كثرة الكلام الفتره الاخيره عن موضوع الاحتياطي النقدي. هنتكلم على الاثنين حالا دلوقتي يا استاذ هاني. وبرضه يعني المستثمرين في العاشر من رمضان برضه قلقانين، يعني في برضه سوء معامله بالنسبه للعاملين، يعني في تلكيك كده. يعني عايزين نطمئن كده على الاقتصاد المصري في الفتره اللي جايه، وجزاك الله خيرا. شكرا ليك يا استاذ هاني، صباح الخير مره اخرى. طيب فكره عدم الاهتمام بالاقتصاد هيخلينا نروح يمكن مع فكره او هنبدر بهذه الفكره. شفنا امبارح من اسبوع كمان واحنا بنسمع عن استقاله دكتور فاروق العقده محافظ البنك المركزي، وامبارح يمكن تاكدت بعض الافكار وهنا اتذاعت هنا في التلفزيون المصري ان هو استقال ورجع مجلس الوزراء نفاها. خلينا بس نشوف الفكره. ماذا يدير فاروق العقده البنك المركزي، وما هي صلاحياته، وما هي أهمية أن يكون هناك مسؤول مهم، خبير دولي أو خبير محلي أو خبير يفهم في هذه السياسة النقدية قدام العالم. عاوزين بس نفهم الجزئية دي. أولا اللي حصل ده بيعكس مدى التخبط اللي احنا موجودين فيه. احنا بقالنا دلوقتي 3 أسابيع حاجات بتصدر وتلغى بعدها بيوم وبيومين، ودي آخر حاجة استقالة ثم نفي الاستقالة خلال نص ساعة، مش هنستنى اليوم التاني. في تخبط واضح قوي قوي قوي.
طب نيجي نشوف دور الاستاذ فاروق العقده لما جه البنك المركزي من 2004. الاحتياطي النقدي كان ساعتها حوالي 14 مليار دولار. الحمد لله يمكن أدار الفترة دي بكفاءة غير عادية. الاحتياطي وصل ل 36 مليار دولار. حصل السنة اللي فاتت والسنة دي في عندنا أزمة سياسية واقتصادية أثرت على الاحتياطي، نزل لمستوى 15 مليار دولار. المستوى ده حد الخطر. حد الخطر انك تغطي. يعني بس في جزئيه، ال 15 مليار دول اللي موجودين دلوقتي حالا مش كاش فيهم غير ان هم مش كاش، يعني فيهم ذهب صح، وفيهم السحب اللي هي اوراق ماليه ووحدات سحب وكمان فيهم محطوط فيهم الثلاث ايداعات، الودايع، قطر وتركيا والسعوديه. قطر وتركيا والسعوديه 3 مليار دولار جوه دول ودايع، ودول ودايع مش جوه الاحتياطي، عشان بس عشان نحدد بالظبط احنا معانا كام. وده بقى اللي بيخليني اقول ان احنا وصلنا بالفعل لحد الخطر. حد الخطر انك تغطي واردات 3 شهور، وعندنا كمان اسبوعين في قسط بتاع 1 يناير 700 مليون دولار اللي بيدفع كل 6 شهور، قسط القروض الخارجيه بتاعت نادي باريس. فعندك بجد وصلنا لحد الخطر، وهو ده اللي بيخلينا بندعو الاداره السياسيه في البلاد للنظر بصوره اكبر من كده للملف الاقتصادي. انا شايف ان النظر اصبح للنواحي السياسيه والارضاءات السياسيه والارضاءات الدينيه اكتر من الملف الاقتصادي. طب في توضيح مهم هنا. يمكن طبعا الشبكات الاجتماعيه اتكلمت امبارح، قالت ان احدى القنوات عملت لقاء مع او اتصال تليفوني مع دكتور فاروق العقده. احنا عارفين عن دكتور فاروق العقده انه في خلال ال7-8 سنين دول ما كانش بيعمل لقاءات تلفزيونيه، وفكرته عن الموضوع ان اذا خرج المسؤول عن السياسه النقديه او المصرفيه او المسؤول عن سوق المال او اي من المسؤولين الى الاعلام، معناها ان فيها كارثه، وكان بينتهج هذا الفكر. صح. فبالتالي يمكن احنا بنشكك في فكره ان هو يطلع بهذا التصريح الخاص بان البلد مش هتلاقي مرتبات في 20 فبراير، بعيدا عن الرقم صحيح او خطا. احنا عارفين عن دكتور فاروق انه ما بيطلعش في الاعلام عموما يعني، وده من الصعب. لكن هنا الفكره الاساسيه، اذا كان المسؤول الاول عن البنك المركزي او السياسه النقديه والمصرفيه قرر ان يستقيل او هنا، ودي تاني مره مش اول مره، يبقى في مشكله. عاوزين نحدد المشكله بالظبط. المشكله بالظبط ان الاحتياطي النقدي بيتآكل بسرعه، مش قادرين ندعمه. حتى محاولاتنا لاستقطاب ودائع واستقطاب منح ومساعدات مش قادرين عليها. القرض اللي بيتم المفاوضه بقالنا سنتين مع صندوق النقد الدولي عمال يتعطل. كل دي بتدي جرس انذار 1 و2 و3. فيمكن دي اول نقطه تخلينا كلنا نفكر ازاي ندعمه. النقطه الثانيه، عندك عجز في الموازنه شديد جدا، مش قادر تعالجه، 170 مليار وعمال يزيد وممكن يوصل ل 200 مليار ويتخطاها كمان. هنعالجه ازاي؟ طيب في افكار طرحت على الساحه كتير جدا، بدلا من فرض ضرائب وموضوع الضرائب اللي فاجئونا بيها، في منها ان احنا نعدل شويه في التشريعات وندخل الاقتصاد الغير الرسمي. الاقتصاد الغير الرسمي عندك في مصر يوصل لتريليون، يعني حوالي 50-60% من الاقتصاد الرسمي. لو قدرنا ببعض التشريعات ندخله جوه الاقتصاد الرسمي بحيث يفرض عليه ضرائب فعليه وطبيعيه، هيديك حصيله ضريبيه حوالي مثلا 100 مليار جنيه. لو احنا قدرنا ننشط تحصيل المتاخرات الضريبيه، عندنا متاخرات ضريبيه حوالي 50-60 مليار. في اجراءات في نفس الموضوع اللي هو التنشيط، ضم الصناديق الخاصه اللي توصل لحوالي 50 مليار. عندنا اجراءات كتير جدا، ولكن اللي ما حدش بقى بيتكلم عنها. ما وصلناش لمرحله الصناديق الخاصه بالتحديد ما حدش بقى بيتكلم عنها. ما لان الكل مش مهتم بالملف الاقتصادي زي الاهتمام بالملفات السياسيه. الملفات السياسيه واخده كل حياتنا، واخده كل اتجاهاتنا، حتى كل المليونيات وكل المظاهرات اللي بتطلع كلها عشان ملفات سياسيه. عايزين نظره واقعيه للملف الاقتصادي، لان بالفعل وصلنا لمرحله حرجه جدا في الوقت الحالي. طيب هنكمل حوارنا حوالين هذا الموضوع. يمكن معانا اتصالات تليفونيه. معانا نبدا من الاستاذ عبد اللطيف من وفيه. صباح الخير يا استاذ عبد اللطيف، اتفضل. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على ضيف حضرتك الكريم. صباح الخير. طبعا احنا متفقين مع الكلام اللي بيقوله سعادته بالكامل يعني، بس انا عايز اقول كمان يعني احنا استحاله هيكون في عندنا استقرار اقتصادي او شبه استقرار اقتصادي الا ما يكون عندنا استقرار سياسي كامل. استحاله، طبع طبيعي، لانه مش ممكن صح. اي رؤوس اموال هتدخل مصر الا ما يكون عندنا استقرار سياسي. الحاجه الثانيه اللي انا ملاحظها ان نفس السياسه القديمه الاقتصاديه هي ماشيه وتكاد تكون يعني طبق الاصل، تحميل الشعب الازمات الاقتصاديه. ما بندورش على موارد ثانيه، ما بنحاولش
نفكر حتى ونجيب اقتصاديين محترمين حتى ولو كانوا من النظام السابق، لان هم مصريين برضه، ونشوف ممكن نخرج من الازمه ازاي. للاسف حتى التعامل مع الفلاح المصري بنفس السياسه القديمه. انا اتمنى زي ما الضيف الكريم ان قال ان يبقى في اقتصاديين صح، علماء صح، ايا كانت اتجاهاتهم، عشان نعبر بالبلد من المرحله اللي احنا فيها دي. تمام، شكرا استاذ عبد اللطيف. معنا استاذ علاء من بنها. صباح الخير. صباح الخير. يعني انا بشكر حضراتكم على تناول هذا الموضوع، وليا تساؤل بسيط لضيف حضرتك الكريم. مع حضرتك علاء وهدان من قريه بتامده مركز بنها محافظه القليوبيه. اهلا بيك. الموضوع دلوقتي اولا المواطن البسيط عمالين النهارده نسمع البورصه بتكسب، البورصه بتخسر، البورصه كذا. هل عمليه البيع والشراء داخل البورصه دي حقيقيه ولا وهميه؟ لان النهارده لو جينا اولا البورصه ما بتكسبش او تخسر يا استاذ علاء، ده راس المال السوقي، ده تقييم، ده يعني راس ده يعني اقول ايه، احصاء غير طبيعي، او هنفهم حضرتك الموضوع ده. انا ماشي في جزئيه ثانيه. هل ممكن يتم تهريب ثروات مصر واراضي مصر والبيع عليها من خلال البورصه؟ يعني النهارده الشركات اللي تم نهبها، الاراضي اللي تم نهبها، الاموال اللي خرجت من مصر، هل ممكن تخرج من خلال البورصه؟ وازاي احنا النهارده نقدر نحافظ على ثروات مصر ان هي ما تتهربش من خلال البورصه؟ تمام، وصلت فكرتك يا استاذ علاء. طيب يبقى الموضوع ده مهم جدا. احنا بنقول فعلا البورصه كسبت كذا، وبتكتب في الجرايد كده كذا مليار. هو راس المال السوقي، راس المال السوقي ده مش معبر. مظبوط. يعني ايه، مجموع السلع اللي داخل البورصه ارتفعت قيمتها النهارده. تمام. ارتفع قيمتها خلال اسبوع 19 مليار. تمام. لكن البورصه نفسها ممكن ما تكونش كسبانه. هنشرحها. الناس ما تكونش كسبانه. يا ريت نشرحها بالرقم ببساطه. لو احنا عندنا مليون سهم في البورصه وحصل عمليه على سهم واحد، ارتفع هذا السهم جنيه، والعمليه كلها ب 10 جنيه، يعني هذا السهم ب 10 انا اشتريته منك ب 11، يبقى قيمه التداول اللي تمت في اليوم ب 11 جنيه. رفعت القيمه السوقيه مليون جنيه، لان احنا عندنا مليون سهم بيعاد تسعيرهم على العمليه اللي تمت بيني وبينك. فلذلك احنا بنلاقي التداول في السوق 200 مليون و300 مليون، وارتفعت القيمه السوقيه 6 مليار. هل 200 مليون يكسبوا 6 مليار؟ لا. ال 200 مليون وال 300 مليون التداول اللي بيني وبين بين المتداولين بيرفع التقييم لكل الاسهم التي لم تتداول. اصل ده بيحضرني فكره ايه؟ ان احنا بنشوفها مثلا في البورصات العالميه، ما بيقولش راس المال السوقي بورصه ناسداك ارتفع، بيقول لك المؤشر ارتفع، لكن احنا مختارين مؤشر لا يعبر عن شيء. مظبوط. قيمه الاسهم كلها ارتفعت قد ايه النهارده؟ وده خطا اعلامي. لا في الخساره ولا في المكسب، يعني الاثنين برضه، لا في الخساره ولا في المكسب، لان برضه لو نزلت بنقول خسرت 10 مليار. افضل ان هو لا يستخدم لانه وهمي. ما فيش تداول ب 300 مليون و400 مليون يكسبني 5 مليار، ده هو التداول نفسه ب 200 300 مليون. فاذا التداول اللي تم على الاسهم في السوق بيقيم به كل اسهم البورصه حتى التي لم تتداول في هذا اليوم. بس فدي باختصار عشان نفهم الناس القيمه السوقيه ازاي بتطلع وازاي بتنزل. ولو حصلت العمليه اللي بيني وبينك ب 9 جنيه يبقى القيمه السوقيه نزلت مليون جنيه، لان احنا عندنا في البورصه مليون سهم، ده بافتراض كل الشركات. دي نقطه، ونقطه مهمه جدا. هو اتكلم على حاجه التهريب. يعني هل ممكن تهريب؟ عايزين نفهمها للناس. اولا التداول في البورصه بالجنيه المصري وكل التداول جوه مصر. الحاجه الوحيده اللي كانت عامله قلق قبل كده ان احنا عندنا بعض الاسهم مدرجه في بورصه لندن اللي هي GDR، ودلوقتي في قيود كبيره جدا على تداول انك انت تاخد اسهم من مصر تحولها للندن وتبيعها هناك وتقبض فلوسك، فاصبح في قيود على هذه العمليه. سابقا ما كانش في قيود، فكان ممكن تحول اسهمك من مصر تحولها بره وتبيعها بره وتقبض الفلوس. دلوقتي خلاص، فاذا صعب جدا ان يتم تهريب اموال عن طريق البورصه. ولكن كان بيحصل ايضا في النظام السابق طروحات في البورصه كان مبالغ فيها جدا، تقييمات اسهم بصوره عاليه قوي ويتم طرحها للاكتتاب في البورصه بصوره او بسعر عالي، ويتم بيع هذه الملكيات باسعار عاليه جدا في البورصه. لكن دلوقتي احنا بقالنا تقريبا 3 سنين ما فيش طروحات. اخر طرح تم في البورصه كان في نهايه 2010. فإذا في الوقت الحالي صعب جدا يحصل عمليات التهريب أو التلاعب أو حتى الطروحات اللي كانت بتحصل في البورصة بقيمة مبالغ فيها. أعتقد دلوقتي خلاص صعب جدا أن يتم طرحها. طيب أنا حابب قبل ما نخلص يمكن حوارنا نتكلم على قرض صندوق النقد الدولي. احنا دلوقتي خلاص أجلنا المفاوضات ل7 يناير. طيب قرض صندوق النقد الدولي هو مرتبط بالفكرة بتاعة الضرائب. لأن صندوق النقد الدولي عنده كتالوج
اول ما باجي الضرايب وسعر العمله، الضرايب وسعر العمله والدعم وما الى ذلك، يعني هيتكلم في الدعم وهيتكلم في الضرايب. اذا لو احنا افترضنا ان احنا بناخد منه قرض دلوقتي، فاحنا لازم نبقى عارفين شريحه الضرايب اللي حاصله دي مش اول شريحه، يعني دي اولا، دي مبدئيا. خلينا نكون واقعيين ونقول للناس الكلام ده، دي مش اول شريحه. ممكن ترتفع الاسعار لان الضرائب هترتفع مره اخرى، وده برضو اجراءات تقشف موجوده في اليونان وموجوده في اسبانيا وموجوده في ايطاليا واتعملت في البرتغال. يعني الموضوع كله كتالوج مظبوط، وده بيعمل احتياجات شعبيه وبيحصل في دول اوروبيه كتيره على هذا الموضوع. لكن في حلول غير فكره التقشف؟ هو ده السؤال. الحلول زي ما بقول لحضرتك لعلاج عجز الموازنه، يمكن في حل كبير قوي تقدر الحكومه تعمله. احنا خلاص دلوقتي امبارح اتعين 90 واحد في مجلس الشورى. مجلس الشورى اعتبارا من نعم على الدستور هيبقى مع حق التشريع لمده شهرين لغايه ما يجي مجلس الشعب. باسرع ما يمكن حلين مهمين قوي يتموا عن طريق مجلس الشورى. اولا تعديل بعض التشريعات لدخول الاقتصاد الغير الرسمي جوه الاقتصاد الرسمي، وبالتالي يفرض عليه ضرائب فيجي لك حصيله ضريبيه اعلى. ثانيا ودي مهمه قوي 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 قوي، التصالح مع المستثمرين. انت لازم بسرعه تقر قوانين للتصالح مع المستثمرين، هتدخلك ايراد للموازنه العامه وفي نفس الوقت هتدي رساله ايجابيه. ما ينفعش الموقف اللي احنا فيه حاليا، قضايا كتير جدا بيحكم بيها برد شركات وهي غير قابله للتطبيق، زي البراجل البخاريه. ده النهارده البراجل البخاريه، يعني وزاره الاستثمار بتعلن ان هي غير قابله الحكم نفسه ما ينفعش يتنفذ، بس بتقول انها تنفذه على اراضي الشركه. بس والله بص، يبقى في الحاله دي ان احنا نقر بسرعه قانون التصالح مع المستثمرين بحيث يعمل ميزتين. الميزه الاولى الدوله تاخد حقها، مش هنسكت عن حقنا، ناخده، بس نعلن الكفه. احنا هنعيد تقييم الاراضي بسعر كذا، انت يا مستثمر خدتها بسعر كذا، يبقى عليك فرق كذا مليار جنيه تسددهم للدوله على سنه، على سنتين، على 3. اذا قواعد محدده لكل المستثمرين، ودي مش هتيجي الا عن طريق برضه قانون. يبقى مجلس الشورى اول مهمتين له اعتبارا من ان هو يبقى عنده السلطه التشريعيه، ان احنا نعدل التشريعات بحيث ندخل الاقتصاد الغير رسمي جوه الاقتصاد الرسمي، وان احنا نعدل القوانين بحيث بسرعه التصالح مع المستثمرين بسرعه شديده، عشان تدي رساله حتى ايجابيه للمستثمر التاني اللي خايف يدخل فلوسه مصر. المستثمرين المحليين خايفين، العرب، الاجانب. فاعتقد ان الرساله لو صدرت هتدي دافع ان يجي لك استثمارات مباشره في الفتره اللي جايه. طيب لو يعني انتقلنا الى العالم، هنلاقي ان مفيش فرق بيننا وبينهم، بالعكس هم عندهم مشاكل شكلهم هيصدروها لينا. يعني خلينا واقعيين. لو احنا بنتكلم على ارجاع الفلوس اللي خدها النظام السابق، كما نقول مفيش دوله هتدينا الفلوس دي لانها هتوقع اقتصادها لو هي ادتنا الفلوس دي. الهويه الماليه في امريكا، ده الاسبوع الاخير، ده الحل الاخير. معانا برضو اعلان امريكا الاكتفاء النفطي في 2016 2017 نتكلم عنه، لكن يمكن معانا تليفون، هناخد بس تليفون ونتكلم على كل الموضوعات دي عالميا. معانا مدام فاطمه، صباح الخير. ايوه صباح الخير. صباح الخير. انا والله بقى يعني بتكلم دلوقتي، محتارين يجيبوا فلوس منين. اولا عندهم ناس عامله مخالفات اشكال والوان من اصحاب المباني ومن المحلات، والناس اللي هي نقول عليهم اغنياء ثوره. دول ليه ما بيتاخدش منهم غرامات على المخالفات اللي هم عاملينها؟ كان زمان لو في يافطه محل طالعه بس 5 سم كانوا يجيبوا له غرامه فورا. دلوقتي الناس فرشت في قلب الشوارع، والمباني طبعا يعني زي ما انتم شايفين مخالفه قد ايه، وحاطه اشغالات طريق في الشوارع. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ليه ما بنستغل ثروات مصر الطبيعيه؟ يعني انا سمعت ان في بير غاز في المياه الاقليميه، في الحدود المياه الاقليميه المصريه في البحر المتوسط، المياه الاقتصاديه. ايوه. طيب دلوقتي كل الناس قالوا ان البير ده في المياه الاقليميه المصريه، ورغم كده وزير البترول طلع وقال ان البير ده بره المياه الاقليميه المصريه، وكل الجيولوجيين والناس والخبراء قالوا ان ده بتاعنا احنا سايبينه دلوقتي لاسرائيل وسايبينه لامريكا وما بنجيبش سيرته خالص. الثروات الطبيعيه بتاعتنا، الرمل بتاعنا بتاع سينا ده لو اتغسل واتباع سهله ولا صعبه؟ ما هيش صعبه يعني. القطن بتاع الفلاحين اللي هو قاعد في قلب البيوت ده مش لاقي مصانع تشغله، ليه ما بيعملوش، ما بيصدروهوش بره؟ ليه ما بيعملوش صفقات؟ ما بيجيبوش شركات اجنبيه ليه تبحث عن الثروات المصريه زي ما الدول العربيه عملت
لما كانت من 50 سنة ولا حاجة خالص، وجابت شركات إنجليزية وبحثت ونقبت عن البترول بتاعها وبالشراكة بينهم، والبلاد دي قامت. احنا ليه سايبين ثرواتنا الطبيعية وقاعدين ندور على ضرائب وندور على ان احنا نكبت الناس ازاي، وفي نفس الوقت احنا يعني في وقت ما يستحملش كده، ولا الناس هتسكت على كده. تمام. فكرتك وصلت مدام فاطمه. قالت حاجات كتير قوي يعني. هي فكره برضو تنصب. ما عندناش مستشار اقتصادي، ما عندناش اقتصاديين في مجلس الشورى، ما عندناش فكر اقتصادي. هي دي الفكره. وما عندناش امن. خلي بالك بقى. طيب لو في الامن عشان يجي لك استثمارات لازم يبقى الجو العام مهيأ لكده. الجو العام في مصر مش مهيأ في الوقت الحالي لكده. احنا عندنا التوترات السياسيه مستمره ومتصاعده مش عايزه تنتهي. فاعتقد ان دي برضو حاجه من الحاجات المهمه جدا ان المواطن المصري يحسها. المشروعات الكبرى او سواء التنقيب عن حاجه في الصحراء، تنقيب عن ذهب، تنقيب عن بترول، تنقيب عن كذا، بيبقى ليها حراسات، ودي ملهاش دعوه بالامن اللي في الشارع، في الشوارع العادي اللي احنا بنتكلم عنه. بيبقى ليها تامين وليها شكل وليها يعني الحاجات دي حاجه ودي حاجه يعني. تمام. دي الامن يمكن مثلا في التوزيع، في النقل، في حاجات دي هي دي اللي بتبقى فيها مشكله، لكن مش في المصانع الكبرى برضه يا استاذ وائل. طيب انا دلوقتي لو احنا بنتكلم في الاقتصاد العالمي، انا لما يجي لي تقرير الامم المتحده بيقول يحذر من ركود اقتصادي عالمي جديد، وقد لا يخرج الاقتصاد العالمي من الركود لمده سنتين قادمتين. مظبوط. وعندي مشكله في امريكا وعندي مشكله في اوروبا، وحتى يعني الامم المتحده في نفس التقرير بتقول اوروبا وامريكا قد تستغرق 5 سنوات للتعافي من ازمه الوظائف. يعني ما فيش حد هيستثمر عندي لانه مش هيسيب بلده اللي هي فيها مشكله، والشركه الام في البلد المنشا مش هتسيب المصنع بتاعها ولا الاداره بتاعتها عشان تيجي تستثمر عندي. مش هيضخ اموال عندي. نظر هنا مخالفه. انا عارف انها مخالفه وعشان كده بسال حضرتك. طب انا يمكن قلت مع حضرتك من سنه تقريبا ان بعد ازمه الديون الاوروبيه والامريكيه ستنتقل الاموال من الغرب الى الشرق، ومن الشمال الاقتصادي الى الجنوب الاقتصادي. احنا هنا في الشرق والجنوب الاقتصادي مع بعض، لذلك ستنتقل الاموال للمنطقه دي. والعرب بداوا بكده، بداوا يتخلصوا من عقده الخواجه وبداوا ينظروا للاستثمار في المنطقه، وبناء عليه احنا بنشوف صفقتين ورا بعض، البائع طرف غربي والمشتري طرف شرقي. فين؟ صفقه سوستي وصفقه باريبا. سوستي صفقتها على فكره بحوالي 25 مليار جنيه تقريبا، وباريبا هتبقى صفقته بحوالي 3 مليار جنيه، يعني الاثنين على بعض يوصلوا لحوالي 28-30 مليار. فاذا بس برضه مش للسوق المصري يعني. لا هو هتبدا الاستثمارات في هناك ازمات، وازمات هتتصاعد وملهاش غير حل واحد. طب فسر لي ده. لما اعرف ان انا مثلا المفروض كمصر ان انا هيتنقل ليا المصانع من ايطاليا وبريطانيا، المصانع كثيفه التكنولوجيا انها توقفت هناك وهتجي لي هنا. تمام. اسمع الخبر ده، الاقي خبر جنبه بيقول توقف 4000 مصنع. مش ههتم بالاول اللي متوقفين واللي هم مبنيين فعلا وموجودين بعملتهم. ان انا البيئه التشريعيه او الجو العام ان انا امهد لهذه الاستثمارات انها تيجي، ان انا ابدا اعدل لها في التشريعات، وفي نفس الوقت اعالج مشاكلي الداخليه. ده هيشجع الاستثمارات انها تيجي في الفتره اللي جايه. على فكره في بعد الثوره في تقارير كتير جدا صدرت على مصر، وبتتوقع مصر من النمور الاقتصاديه قريبا، ومصر من احسن 10 اقتصادات في 20 سنه اللي جايين، ومن احسن 20 اقتصاد في ال10 سنين اللي جايين. في تقارير صدرت، التقارير دي كلها بتراجع نفسها دلوقتي. ليه؟ والتصنيف الائتماني كمان لان التصنيف الائتماني عمال ينزل، الحاله بتتدهور، رغم ان بعد الثوره كان كلنا عندنا رؤيه تفاؤليه غير عاديه. منهم انا بصراحه كان عندي رؤيه تفاؤليه غير عاديه. التقارير اللي صدرت علينا كلها كانت بتقول ان مصر فيها قوتين مش موجودين في اي دوله. القوه الاولى ان احنا 90 مليون مستهلك فعال. كلمة مستهلك فعال يا أستاذ محمود إنك تعمل مشروع فول وطعمية بجنيه ينجح، تعمل مشروع فيلل ب10 مليون جنيه ينجح. أدي 90 مليون مستهلك فعال اللي ينجحوا أي مشروع. القوة الثانية اللي عندنا في مصر إن هيكل التركيبة السكانية أغلبه شباب، يعني قوة منتجة، قوة قادرة على العمل، ولكن للأسف مش قادرين نوظفها صح. فدول الحاجتين اللي مدين قوة لمصر، مخلية الناس كلها مستنية إن الاستقرار يعود إلى مصر وتبدأ تتحول هذه الاستثمارات وتخش عندنا. فلذلك لازم الشعب كله يبقى حاسس بمدى الوضع اللي احنا فيه، لازم كلنا نتكاتف
في عودة الاستقرار مرة أخرى، عشان حتى إحنا أولادنا يلاقوا بعد كده وظائف. ده في السياحة.